في الجزء الأول اتفرجنا على الخامات اللي أنا جبتها والأدوات بالتفصيل، دي بعض منها شطات كده منها، ادخلوا وشوفوا الفيديو، وكمان شفنا المكان اللي اشترينا منه. يلا بينا بقى ندخل على الجزء التاني وبقية الحاجات اللي أنا اشتريتها والخامات. الفيديو طويل شوية بس صدقوني مفيش كلمة يعني مش هتفيدكم ان شاء الله، خصوصا للناس اللي بتدور على خامات وعدد وتجيب منين وده استخدامه ايه وده استعماله ايه. هوريكم كمان انا جبت ايه من نفس الفرشة عشان تعرفوا ان بيبيعوا حاجات حلوة جدا. انا جبت القطر ده، زوجي بيفهم في الحاجات دي يعني، فقال لي الصراحة الكواليتي بتاعه عالي جدا. ده ب 30 جنيه بس جواه خزنة، هو فيه زي سيف يعني زرار امان هنا تقدري تعملي كده تتحكمي فيه لو عايزة ان يثبت على كده او لو عايزة تطوليه عن كده. عجبني ب 30 جنيه. قال لي ده بره برضو سعره غالي، في حاجات عنده من اول 10 جنيه و15 جنيه برضو قطرات، فالحاجات دي هتلاقيها في اي مكتبه غاليه. هي جواه خزنه، هم كلهم حوالي خمس وحدات. الخزنه عامله ازاي اهي، بتطلع كده من ورا اهي تستعمليها. وهي المتر اللذيذ ده 3 متر، فيه اكتر بس ما فيش داعي، هو 3 متر حلو جدا اهو. بيتعمل كده وتقفلي، تقدري برضو الناس اللي بتحب برضو زي ما قلت تحب تعلق ارفف، تحب تأسس وحدات وتبقى عايزه تعملها على الحائط، ده لازم معاه ده على طول. فاهميني؟ ده بيقيس بالظبط الطول على الحائط، وتعلموا وتبتدوا تشوفوا الميل بتاع الرف وتتكلوا على بعض، تبتدوا تعملوا ايه، تشنيروا وتثبتوا. كمان جبت دي من على الفرشه ب 15 جنيه فقط لا غير، رخيصه جدا. الفرش والقطر وده كنت جايباه من على الفرشه اللي هصورها لكم ووريتها لكم دي. وبصوا دي كمان قطع غيار، الاربعه دول كانوا ب5 جنيه، يقعدوا معاكي بقى سنين طويله عديده. لاي في حاجه فيها كيرفات، ابلكاش، شغل بالابلكاش. كمان جبت المسدس الصغنن ده صيني عادي جدا، بس فيه الحلو فيه ان فيه زرار يعني ايه اون واوف كده، وقت ما تحتاجي تفتحيه وقت ما تخلصي تقفليه، وده لذيذ عشان ما يتحرقش ومش غالي. كان بيتباع هناك من اول يعني 35 جنيه 40 جنيه، في المحلات هتلاقوه ب 60 جنيه، معرفش ليه حاجه غاليه جدا يا جماعه. كنت جايبه بقى الكبير ده من شركه انجو، دي جميله انجو يا صيني بس من المحترمه، عايش معايا. بصوا مبهدلاه وزي الفل. بس هقول لكم ازاي دلوقتي تقدروا تحافظوا على مسدس الشمع حتى لو رديء لاكتر وقت ممكن. بس هقول لكم السبب في ان انا جايبه الصغنن ده، عشان بتبقى فيه حاجات صغيره ورفيعه وزي يعني مزنوقه كده، ببقى عايزه اعملها بخطوط رفيعه. ده بيسيل كتير، ده بيسيل اقل. طبعا ده ليه شمعه رفيعه زي ما انتم شايفينها، وده ليه شمعه اتخن زي اللي انتم شايفينها. تحافظوا على مسدس الشمع الاطول فتره ازاي تخلصوا تقفلوه، يعني ما تسيبوش مثلا ساعه متواصله هتلاقوه ضرب منكم وباظ. خلصي الشغل بتاعك واعملي شغل تاني، ويعني افصليه يعني على قد ما تقدري، ريحيه كل مده كبيره، بس مش تريحيه فاصل ثانيتين 3 وتفتحيه، برضو هيبقى يعني يبوظ. وحركه الزرار دي جميله جدا، هتسهل عليكي للناس اللي بتكسل كل شويه تشيل الفيشه وتحطها في الكهرباء يعني. وعشان اتكلمنا عن مسدس الشمع يبقى هنتكلم على الشمع اللي مدوخ الناس ومش عارفين يجيبوه كويس منين وبكام. الشمع غلي قوي قوي، ما بيتباعش كيلو يا جماعه، بيتباع بالرابطه كده، يقولك مثلا دول 40 مثلا صابع، انا مش فاكره الصراحه قال لي كام صابع، بس هو يعني بالاجمالي كده 40 خلاص. ده تايواني، احسن حاجه بيقولولك في السوق تايواني والماليزي، يبقى التايواني والماليزي هم افضل حاجه في السوق. كمان عايزه اقول لكم على في ناس بيبيعوه بالجمله في الرويعي، روحوا اسالوا عنهم، هم الوحيدين اللي ممكن يدوكوا كيس على بعضه زي كده، وده اوفر لكم من لو تجيبوا صباع او 2 من مكتبه الواحد، يعني 2 دول ب10 جنيه يعني حرام. دول انا اتاكدت دلوقتي وعديتهم لكم، الكيس فيه 40 واحده، في ناس بيبيعوا اقل، فخدوا بالكم وعدوا وانتوا بتشتروا. انزلوا الرواعي هاتوا حاجتكم الرفايع كلها بالمره، وروحوا على تاجر حلو كده من بتوع الشمع، في كذا تاجر هناك، في واحد بس باذن الله لما اروح، عشان جوزي اللي راح الصراحه جابهولي، كان قريب من المكان وجابهولي، هصوره لكم وهقول لكم عليه. بس اللي هينزل الرواعي ويسال على تجار الجمله هناك للشمع مش هيغلب، هيلاقيهم. الكيس على بعضه كان بحوالي 130 او 125 زي ما قلت لكم، وبيبقى جودته حلوه، بيبقى كويس يعني، عامه بيلزق وبيقضي الغرض.
لكن انا بخاف لانه كله بيتضرب في الاول والاخر. بس سخنوا الشمع كويس وانتوا شغالين، ما يبقاش بارد عشان يربط معاكم كويس. يبقى كده اتكلمنا على الشمع منين. احنا قلنا سوري حاره المزين، عند حاره المزين يعني مش في الرواعي بالظبط. تنزلوا حاره المزين وجيبوا خاماتكم وحاجاتكم، الخيش والبقر اللي انتوا عايزينه، وهاتوا بالمره دستة شمع حلوه زي دي. جبت للدريل بتاعي او الهيلتي الصغنوني بتاعي اللي هو ده الكراون، وعملنا عنه ريفيو قبل كده بس ما وريتكمش بيشتغل ازاي، بس اللي عايز ان شاء الله اعمل لكم قريب. جبت المجموعه من البنط دي بنط مخصوصه للخشب. انا عايزه اشتغل في شويه حاجات للخشب. دلوقتي النصيبيان غلي، الفرخ ب 35 جنيه، ومتهيألي الام دي اف ارخص. هوريكم في الاخر. انا جبت مجموعه اخشاب حلوه قوي. الفيديو ده حلو جدا جدا يا جماعه للناس اللي بتدور على الخامات والحاجات اللي بتبدا بيها اعاده التدوير بتاعها. تعرفوا ده من شركه انكو، في طبعا انواع كتيره، انا بحب انكو عامه، فشركه صيني بس محترمه. جبت بيبقى الباكت ده ب 45 جنيه، في حوالي 5 بنطات. البنطه دي مش بتاعتهم، في بنطه تاني هنا بس هي وانا برتب وقعت الصراحه. وفي بنطه اصغر حاجه خالص اللي ب 3 مللي، 3 4 5 6 7 على ما اعتقد ان دي 7. طبعا بتركب في الدريل بتاعنا الجميل او الهيلتي، هو يعني دريل وهيلتي ربط وفك مسامير، وفي نفس الوقت بيخرم في الحيطه. لكن الخرسانه لا، زي ما قلنا في الريفيو قبل كده. ده ب 45. تعرفي ازاي ان هو للخشب، مكتوب عليه وودز اهو. برضو ده من شارع الجمهوريه. بتعرفي برضو ازاي ان هو من خشب، بيبقى له سن كده، شايفينه اهو. مش باين قوي عشان الكاميرا، بس هتعرفوه لما تشوفوه. بيبقى له سن من قدام يساعدك يمسك كده في الخشب، يعمل النقره ويثبت ويحفر بامان جدا من غير ما يوسع او يضيق او يعمل مشاكل في الخرم بتاع الخشب اللي بتشتغلوا بيه. لازم نخرم زي خرم زي اللي احنا شايفينه ده، وبعد كده نربط بالدريل بتاعنا. ما عندوش دريل مفك صليبه، مفك عاده، هيبقى تمام جدا معانا ومش هيفلق الخشب. تعالوا بقى نشوف انواع المسامير اللي انا جبتها. وكان الكيلو ب 30 35، دلوقتي عالي جدا للاسف بقى ب 60، بس برضو هنجيبه. هنعمل ايه؟ منين؟ برضو من شارع الجمهوريه او من الرواعي. في ناس هناك متخصصين في الرواعي. هو الرواعي جنب الجمهوريه، الاثنين الشارع جنب بعض، واللي ينزل مره يسال هيوصفوا له اماكن كل حاجه. يعني بجد الناس هناك متعاونه جدا جدا. الكيلو ده على بعضه ب 60. انا مش عارفه ده بيسموه 3 سم تقريبا. ده طبعا انا بحب يبقى عندي مقاسات كتير وانا شغاله، ببقى يعني ما بعرفش احكم غير من تخانه الخشب اللي انا بشتغل فيه. في برضو ده الحجم اللي احنا قلنا عليه، وده الاسود. وكل ما بيبقى واسع الحلزون بتاعه واسع، بيخش باريحيه في الخشب، فمش بيفلقوا اتنين، بيبقى جميل جدا. جبت الزوايا الفراشه الجميله دي، بيستخدموها في تجميع الزوايا الخشب، يعني زاويه قايمه. وزعلوا بقى اوريكم الزاويه الفراشه دي. المكتب اللي انا يعني اللي انا بشتغل عليه عاملين فيه ايه، يعني مجمعينه ازاي. بصوا كده، شايفين؟ يا رب تكون باينه بتاعت المكتب بتاعي. ادي الزاويه الفراشه اهي، الاكريليك في منها حديد طبعا، بس دي ماشي حالها اهي، حاطينها. بصوا في كل الزوايا ازاي بنظبط بالزاويه القايمه زي اللي انا جايباها، او في زاويه تانية محكمه عنها، وبيقفلوا الجنب مع الوش. خلاص، يبقى الزاويه الفراشه الجميله دي انا كنت جايباها من حد في الحلميه بتاع اخشاب. دلوقتي هوريكم الخشب اللي انا جايباه، او خليه في فيديو لوحده ان شاء الله. الفيديو اللي بعد ده هوريكم الاخشاب اللي انا جايباها منين بالظبط وبكام، اوريكم المحلات هناك والاسعار وكل حاجه. دي الزاويه الفراشه. الناس اللي بتحب، اللي سالتني على الخشب كتير، هنشتغل فيه قريب جدا جدا جدا. برضو الزاويه الفراشه دي فيها حاجه حلوه قوي، مفك صليبه زي ده. انت مثلا جمعتي وقفلتي القاعده مع الجنب، بصوا هنا عايزين تفكوه وتجمعوه تاني. بصوا المسمار كده اهو، هنعمل بيها شغل ان شاء الله قريب. فكينا كده تقدري تفك القاعده لوحدها والجنب، تقدري تجمعيهم تاني. لذيذه وعجبتني. ففي الحلميه عند عبد الحي والناس اللي جنبيه بتوع البويات، انا صورت قبل كده
مش صورت يعني، قلت لكم عليه، كنت عامله فيديو من سنين طويله، ده يمكن ده ارخص واحد، وناس كتير حلوين في الحلميه هبقى اصور لكم باذن الله من عندهم ب 40 جنيه. يعني هو كان ب 20 و25، بس الحمد لله انه وصل على قد كده. العلبه دي حلوه وبيتخفف وبيتعمل بيه اشياء كتيره قوي. وتعالوا عشان احنا ابتدينا نمسك في الحاجات الربط، الصمغ والغيره والمسامير، في حاجه مهمه جدا جدا ابتدوا النجارين يستخدموها والناس بتوع الشغل الهاند ميد، وقويه جدا جدا في اللزق. تعالوا نشوف بينا هي ايه. وهي اللزق ده بيجي كده عبوة صغيرة، والسبراي ده ليه تسريع ان هو يلزق بسرعة وينشف بسرعة مجرد بس ما تبخوا على المكان اللي انتوا لزقتوا بيه، فسريع جدا. ده معدل السوبر جلو، بس بيبقى ليه في منه للبلاستيك وفي منه للخشب وفي منه للحديد، بيبقى مكتوب عليه. بس النوعية دي بلاش، ما كانتش جيدة معايا وكانت بتفك. في انواع اجود بكتير بكتير. ده سعره من اول 60-65، اللي هي عبوة الصغيرة 200 ملي. كل ما بيكبر السعر بيزيد. حاجه مهمه جدا جدا، انا هبتدي اشتغل في الخشب واحتجت الكلامبات دي. الكلامب الواحد بحوالي 25 جنيه. بصوا يعني مثلا عايزين تلزقوا قطعتين خشب على بعض، زي مثلا كده حطيتي غيره بتاعك وعملتيهم كده، عايزه تلزقيهم، فالكلامب ده بيساعد جدا ان هما يمسكهم في بعض وبقوه. بصوا يعني انا ده بيشيل 60 كيلو يعني، بصوا قوي جدا، لازم ايدي الاتنين. بيساعد جدا مثلا يمسك زاويتين في بعض، الكلام ده جدا. والكلامبات دي مهمه جدا جدا في موضوع الشغل بتاع الخشب. طبعا اللي لسه مبتدأ يعني ممكن يجيب له 2، يعني دول ب50 جنيه مثلا، انتوا فاهميني. في اصغر وفي اكبر، حاجه بسيطه. في من اول صغنن نونو كده عجبني قوي، كان ب12.5، فجبت 2. ده طبعا لما بتيجوا تتطوروا يعني مش لازم كل العدد دي تتجاب في الاول. يعني كنت انا مبتديه يا جماعه بمسدس شمع وشويه مسامير ومنشار يدوي. واحده واحده حبيت الموضوع، واحده واحده لقيت فيه انتاجيه، وبيتي انتعش بالمنتجات اللي بعملها، فابتديت اجيب عدد زي كده تنفعني، زي الدريل، المنشار، الكلام ده. كمان جبت فتيله كبيره دي 30 سنتي، في طبعا احجام كبيره واطول. بصوا يعني شايفين الزرار ده بفتحه كده يقفل، يعني كل ده عرض خشب ممكن يمسكه. يعني مثلا عاملين لوح خشب متكون من كذا قطعه كده ورا بعض، فاهميني؟ ممكن بقى يمسك هو كل ده ورا بعض ويثبتهم بسهوله. بس دي انا جايباها عشان مثلا الطاوله اللي انا بشتغل عليها اللي زي كده، فاهميني؟ امسك الخشبه فيها بالشكل ده وابتدي احكمها وانشر، عشان ولا تروح يمين ولا تروح شمال. دي في حدود 80 جنيه الصغيره، كل ما بتكبر بتغلى. التوتاله حلوه كويسه وقويه. احنا قلنا الزرار ده بيفك كده، وبصوا بقى دي اوتوماتيك، تقعدي تعملي كده، كل ما تدوسي بتعلى، ما تدوسوا بتعلى، كل ما تدوسوا بتعلى. طبعا النجارين عارفين الشغل ده. وبرده بتنفع جدا جدا في شغل هاند ميد، كرتون على بعضه، عايزه تتلزق، عايزه تنشريه باحكام، محدش يجي يساعدك، دي المساعد بتاعتنا، دي اليد الامينه اللي هتيجي تساعد. فهذه هي اليد المساعده. بالنسبه لي كنت بعد يعني ايه اقعد انادي على العيال، يا بنتي يا ابني تعالوا يا حبيبي امسك لي عشان انشر. عارفين انتوا المعاناه دي؟ لكن مع دي ايه خلاص بقى مش هحتاجهم. هثبت اللي انا عايزاه على الطاوله بتاعتي وانشر باليد الاخرى. طبعا يفضل 2، انا جبت واحده قلت اجرب نفسي معاها. الكلامبات دي انا ساعدوني قوي، اشتغلت بيها شغل الخشب، هنزله لكم قريب في الورشه اللي انا باسسها في البيت، وساعدوني بجد جدا جدا جدا. اخر حاجه جبتها وهي المايك اللي انا بتكلم منه ده النهارده، يا رب يكون صوتي كويس. كنت السماعه يعني لازم الزق بقي قوي او يعني وشي في التليفون وانا بعمل لكم مونتاج وبسجل دايما، احتجت اجيب مايك عشان اسجل كده زي ما انا بسجل النهارده من على بعد عالي او بشرح حاجه. جبته الحمد لله، والحمد لله ماركه بويا. لاي حد مؤسس قناه، في ناس كتير قوي بتجيبه كانوا بيرشحوه يوتيوبر على اليوتيوب، يعني ادخلوا مهتم بالحاجات دي او عنده قناه او كده، هيفرق معاكم قوي قوي في موضوع ان انت تقدري تبعدي عن التليفون بسهوله. واهو هوريكم المايك يا جماعه،
دوري عليه تجيبيه وحاساه مفيد ليكي في شغلك هاتيه. يا رب تكونوا عرفت افيدكم حتى لو بمعلومه صغيره عن اي عده كن نفسكم تجيبوها. شغل الهاند ميد جميل. هنشتغل في شغل الخشب. في وحدات دلوقتي نازله من MDF غاليه، في حين ان اللي يتعمل ب1000 جنيه ممكن احنا نقدر نعمله ب300 جنيه. نزلت سالت لكم على اسعار الالواح الخشب المدهونه جاهزه واخده طبقه ميلامين، اسعارها ممتازه. ولما جيت احسب التكلفه لقيت احنا ممكن نشتغل بالخشب، يعني نعمل حاجات بجوده عاليه وبسعر اقل، وبالزاويه الجميله دي نقدر نجمع الزوايا وتقدروا تعملوا جزمات وحداج ادراج مع بعض ان شاء الله، كل حاجه واحده واحده. بشكركم جدا، كنتم مع قناه ابتكارات ميرا. عارفه الفيديو طويل بس صدقوني مليان معلومات كتيره، واللي بيهتم بالعدد والخامات وشغله يطلع مظبوط محترف وعايز كمان يعمل انتاج وممكن يبيع اونلاين او يبتدي يشتغل نفسه لو عايز يعمل قناه الحاجات دي كلها، او يعمل بس حاجه لبيته او ياسس ورشه صغيره في بيته. على فكره الاجانب عندهم كلهم ورش صغيره في بيوتهم. مش عيب ان احنا نتمثل بالشيء الجاي. فاي حد فعلا عايز ياسس ورشه من الصفر صغيره لاعمال الخشب لاعمال الهاند ميد، ناس مبتدئه كده زينا، تابعونا وان شاء الله كل جديد هيكونوا معانا. السلسله اللي يعني الفيديو اللي بعد ده ان شاء الله هوريكم انا اشتريت منين الاخشاب وبكام وتقدروا تستفيدوا بيها ازاي. وكمان بعد كده نبتدي ناسس الورشه المنزليه بتاعتنا، وصغيره وجميله وبامكانيات صغيره على قدنا. تابعوني هيعجبكم جدا جدا السلسله الجايه لكل محبين الهاند ميد. كنت مع قناه ابتكارات ميرا، بشكركم جدا. اي سؤال تحت امركم في التعليقات. بشكركم، سلام.